السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب ميرا عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بألف خير، فيديو جديد والنهارده بقى تعالي يا ست الكل أقول لِك لمّا بنتزنق بنعمل إيه؟ بنتزنق إيه يا ميرو ده إحنا في أول الشهر، والله ما إحنا في زنقة طول الشهر، ليه بقى؟ لإن الأسعار رفعت يعني 100% والله يكون في عون الناس كلها، الفيديو ده فيديو التوفير بجد، بجد، غدا وجاتوه ما كمّلوش 50 جنيه. طب يالّا هاشرح وأقول، بس صلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي بداية الفيديو كده اللي متابع أميرة عارفني، أنا ضد اللبن المبستر، مش باحب أبدًا لا جهينة ولا لامار ولا أي حاجة من الكلام ده، لكن أنا باضطر أجيب علبة والّا حاجة علشان ولادي مش الصغيرين، لأ البنات بقى الكبيرة، أنتِ عارفة أمّا يبقى عندِك عرايس كده في البيت خلاص أنا ربيتهم على اللبن الجاموسي ده بصراحة، يعني أنا ربيتهم وهُم صغيرين، لكن في سِن معيّن كده خلاص، ده لأ يا ماما وده مش حلو يا ماما، فأنا بُصّوا سيب صاحبك على هواه. باجيب لهم علبة كده والّا حاجة، واللي متابعني عارف إن أنا باحب جدًا الخير في البيت، ربنا دايمًا يرزقني ويرزقكم الخير كلّه، أنا اللبن الحليب بالنسبة لي يعني الخير والرزق والبركة، ليه بقى؟ لإن إحنا بنشرب أولًا شوية لبن نضاف، ثانيًا باحس إن في بركة جامدة جدًا، البركة دي بتيجي من الحاجات اللي بنستخلصها منه، دول كانوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 4 كيلو من الحليب، طبعًا الحليب غِلي جدًا ولو الجاموسة تعرف إن اللبن بتاعها هيغلى بالطريقة دي، والله العظيم هتتبطّر على الزريبة، مش هترضى تعيش في الزريبة تاني، تقول لك أنا الحليب بتاعي في أماكن بيبيعوه ب40 وب45 جنيه، والله العظيم أنا مش باكذب، اللبن حقيقي حتى الجاموسي يعني أنا كنت آخر مرّة عند ماما جايباه ب26 رُحت لها بعدها بأسبوع جِبته ب28 امبارح كنت عندها جايباه ب32 وهو اللبان وهي الزريبة أو المزرعة اللي بيجيب منها الحليب، هم أصلًا عندهم مزارع حليب الmarket اللي عند ماما ده، عندهم مزارع، بس لو لفيت الدنيا بحالها مش بالاقي حليب كامل الدسم ولا قشطة تطلع بالجمال والفظاعة دي، القشطة كأن فيها سكر وملفوفة لَف مبرومة كده برم، فما شاء الله غليت ال4 كيلو حليب وسِبتهم بيردوا على البوتاجاز ودخّلتهم التلاجة، تاني يوم بقى باخد منهم دي مش كل كمية القشطة اللي طلعت والله العظيم من ال4 كيلو، القشطة دي كانت أضعاف مضاعفة، ولاد الحلال بقى خلّوني نايمة، وعملوا بقى ساندوتشات مربى بالقشطة وحلاوة وبالقشطة وبتاع، وألف هنا وألف شيفا على قلب حبايبي، لكن أنا بارتاح نفسيًا يعني كأميرة لمّا باجيب الحليب بتاعي كده بالأسبوع وأحطه بقى كده إيه، بعد ما يبرد آخد خيره طبعًا قشطته، والنهارده هنعمل حاجات من قشطته يعني هنستغلها، هنستغل الحليب وبدال فيه حليب بقى بتحس إن الدنيا يعني البيت فيه خير. يالّا هافوتكم في الكلام بقى ونقعد نرغي على قصة الحليب، يالّا الله المستعان، ما فيش حاجة رخيصة عشان يبقى الحليب يعني اللي رخيص. طاسة حلوة على النار كده فيها شوية من الزيت، وفيها بصلاية مش مستاهلة إن إحنا نجيب كَبّة ولا حاجة، تقطيع كده إيه، مكعبات صغيرة وقرنين فلفل حامي spicy وهنشوّح الكلام ده كله، هنعصّج سجق زي ما بنعصّج لحمة مفرومة بالضبط، اللحمة غالية وحاولي لو جبتِ كيلو والّا كيلو ونُص والّا 2 كيلو والّا حتى نُص كيلو لحمة مفرومة في خزين الشهر بتاعِك، اعملي حسابِك إن رمضان داخل عليكِ عشان ما تحسسيش جوزِك بالمصاريف الجامدة، يعني أنتِ say استعمالِك في الشهر كله مثلًا أو بالأسبوع أو شوفي whatever أنتِ بتاخدي مصروفِك بإيه، بتجيبي مثلًا كيلو أو كيلو ونُص مفروم أو حاجة، شيلي منه كيس صغير في الفريزر، وأنا باقول لكم كده بقى لي شهور علشان ما تحسّوش بإجمالي الحاجة، كل حاجة تفرّزيها شيلي منها لمّا تعوزي بقى تجيبي تشتري اليوم بيومه، فاهمينّي حبايبي؟ يعني أنا مثلًا فرّزت 7 طماطم، ما أجيش عايزة أعمل محشي والّا عايزة أعمل طبخة أقوم مطلّعة من الطماطم اللي فرّزتها، لأ اللي اشتريتيه انسيه، أرجوكِ انسيه، اللي فرّزتيه أرجوكِ انسيه، جبتِ حاجة حبّة بقول، حبّة توابل، حبّة بهارات في التربو انسيها برضه، انسيها عشان شهر رمضان داخل والحاجة رافعة جامدة جدًا. فهنا أنا عندي كيلو من السجق هامسك منه حبة صغيرين وليكن نُص الكمية، هاحطها على البصلاية اللي شوّحتها وقرن الفلفل، وأشوّح كده كأنِّك بتعصّجي لحمة بالضبط، خلاص حبايبي؟ هنعمل النهارده نوع مكرونة كده يعني بالبشاميل، بس كانت خرافية، أنا نزلت هنا بكيلو إلا ربع من المكرونة القلم اللي هي الفرن، في المَيّة دي حاطة لها إيه، ملح وإيه، هاسيبها تستوي كده وخلاص السجق أصلًا يعني إيه، بتاعي أساسًا مبهّر، أنا جايباه من عند الجزار يعني فيه بهاراته وكل حاجة، بس أنا هاضيف له شوية إضافات دلوقتي.
خلاص سِبته كده يتشوّح، وهاعمل إيه البشاميل، زبدة على زيت و3 معالق بالعدد من الدقيق، ومش عايزين البشاميل بتاعنا تقيل، إحنا عايزينه خفيف وحلو وملحلح كده زي الكريمة، عشان يطلع مني يا ميرو كده زي ما أنتِ بتعمليه كده وقشطة مقشططة كده زي الكريمة. أعمل فيه إيه، لازم تكون المادة الدهنية بتاعتِك كتير، يعني مستوى الزبدة أو الزيت اللي بتحمّري فيه الدقيق بتاعِك أكتر من كمية الدقيق، يبقى الدقيق رايح جاي ملحلح كده خلاص، تشمي ريحة الدقيق أو يغلي غلوتين مع الزبدة، تبدئي تنزلي بالحليب. الحليب معاكِ بقى بارد أو سخن مش فارقة خالص، طول ما أنتِ بتنزلي بالحليب وإيديكِ التانية ماشية بالمضرب مش هيكلكع منِّك أبدًا، أبدًا، أبدًا. ده مكعب مرق الدجاج اختياري، ودي معلقة جوزة الطيب اختياري برضه، ونُص معلقة فلفل أسمر أو لو عندِك فلفل أبيض. إهانة جامدة جدًا للبشاميل لمّا بتزوّدي له ملح، إهانة جامدة جدًا، والله العظيم بتضيّعي جماله والطعم الكريمي الجميل القشطة المقشططة كده، اللي بتحسّي فيها عايزة مكرونة جميلة كده بتبُظ وتلُظ وطعمها تتميّزي بيه، خلّي البشاميل بتاعِك دلع، ما تخلّيهوش حادق أبدًا، ما تزوّديش ملح البشاميل أبدًا، أبدًا، أبدًا. فأنا حطّيت مكعب مرق الدجاج، لقيته ما حدّقش أوي، رُحت نازلة بسِنّة بسيطة من الملح. القشطة بتاعتنا بقى، القشطة بتاعتنا هناخد منها معلقتين كبار، بعد ما خلاص البشاميل وصل للقوام الكريمي الحلو ده، رُحت ضايفة إيه، معلقتين كبار من القشطة وقفلت النار. الصينية بتاعتي بقى الحلوة الألمونيا هانزل فيها بشوية من مسحة الزيت كده، رشّة زيت بسيطة عشان المكرونة بتاعتي ما تلزقش في قاع إيه، في قاع الصينية. خلاص، هافرش برضه فرشة كده نطبّق بقى صينية المكرونة، هاحط كده في الأول طبقة مكرونة، وبعدين أنزل بمغرفتين أو كبشتين من البشاميل الخطير التحفة اللي إحنا عاملينه ده، ملحلح وسايل وجميل مش قافش ومش ماسك. خلاص، أخد معاه تقريبًا كيلو من الحليب، ال3 معالق دقيق دول أخدوا كيلو من الحليب و3 معالق من القشطة، تمام؟ قلّبتها كده وبعدين نزلت بحشوة السجق، تقدري الحشوة دي تكون لحمة مفرومة، تقدري تكون ميكس جبن، تقدري تكون بسطرمة، تقدري تكون لانشون وحبة أي بواقي تلاجة، تقدري السجق البلدي اللي أنا مستخدماه النهارده ده ربع كيلو على فكرة، والله العظيم ربع كيلو سجق، تقدري تجيبيه سجق مستورد من عند اللي هم بتوع المجمدات، وتعملي أحلى صينية مكرونة لولادِك بالبشاميل من غير لحمة، بالسجق المش بلدي كمان، المستورد. هتجيبي لِك ربع كيلو مثلًا ب30 جنيه والّا حاجة. أنا بصراحة بقى لي فترة طويلة سنين يعني ما باشتريش سجق اللي هو المجمد ده، فوالله ما أعرف وصل كام. خلاص، وبعدين بقيت كمية البشاميل بقى على وش الصينية كده ومشغّلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 220. أسكت أنا بقى على كده؟ ما ينفعش أسكت طبعًا، يعني أنا هاولّع الفرن الكبير بتاع البوتاجاز، الفرن الكبير ده ما شاء الله بيشيل خروف، هاسحب غاز بقى وبتاع وأدخّل صينية مكرونة بالبشاميل بس حرام الفرن يعيّط، فهاعمل لهم بقى بُصّوا كيكاية بالشوكليت بس جاتوه، جاتوه يعني بُصّوا اعتمدوا الطريقة دي كإنِّك بتاكلي حتّة جاتوه. كان معايا موتزاريلا بقى كده آخر حبّة في الكيس، وباقول لكم هنا باورّيكم البراند أو الماركة بتاعتها، دي اسمها إيطاليانو، أحلى جبنة موتزاريلا على الإطلاق بعد جبنة المدينة أو لافيل على طول اللي بتتباع عند فتح الله. يالّا بقى نعمل 20 قطعة جاتوه من 2 بيضة. معايا الخلاط بتاعي فيه كوباية من السكر، عليه كوباية من الحليب، خلّوا بالكم كويس جدًا، وهاحط هنا نُص كوباية زيت وهاركنها على جنب، مش دلوقتي هانزل بيها في الخلاط أبدًا، هتشوفوا، هتشوفوا. صلّوا بس على النبي كده، ويا رب يرزق الإيد اللي هتنزل تحط لي تعليق وتصلّي على النبي في الكومنتات وتحط لايك بكل الخير اللي في الدنيا والآخرة يا رب، يعني يرزقها بخيري الدنيا والآخرة إن شاء الله يا رب. معلقتين كبار هرميين من الكاكاو الخام، ومعايا لسه في المقادير 2 بيضة ونص كوباية زيت مش هانزل بيهم دلوقتي، أنا هاضرب السكر مع الحليب مع معلقتين الكاكاو دول ضرب حلو أوي، أوي، أوي في الخلاط، وبعدين هافتح الغطا بتاع الخلاط من فوق وانزل سرسوب رفيع جدًا من الكوباية بنص كوباية الزيت. أنا هنا باعمل صوص شوكولاتة، باعمل صوص شوكولاتة اقتصادي، لإني عايزة النهارده الجاتوه بتاعي ده آخد له كوباية من الصوص ده، قبل ما أكمّل بقية الكيكة، يعني هي كيكة منها فيها كده. عرفتوا إزاي تحوّلوه لصوص شوكولاتة؟ إن أنتم بتحطّوا السكر على الحليب على الكاكاو الخام في الخلاط وتضربوا كويس جدًا، آخر حاجة بتنزلي بسرسوب رفيّع خالص بالزيت، بيبقى معاكِ الصوص ده.
ده صوص او جناش الشوكولاته الاقتصادي. تقدري كده تزيني بيه اي تورتات، تقدري تزيني بيه اي كيكات، تعملي بيه جاتو. هناخد بقى الصوص ده منه كوبايه قبل اضافه الاتنين بيضه. اوعي تعملي العكس، بمعنى ان انت لو نزلتي في الاول في الخلاط بالزيت على السكر على البيض على كل المكونات على الحليب وضربتي، خلاص ما ينفعش تاخدي منهم ابدا ابدا كوبايه تسقي بيها الكيكه بتاعتك، خلاص هتبقى زفره وهتتحول لكيكه، مش هتبقى فيه صوص شوكولا خالص. فانت بتنزلي بالزيت اخر حاجه سرسوب كده من فوق الغطا، بيتقل معاكي الخليط وبيتحول لايه؟ لصوص شوكولا. ضفت لها بعد كده الاتنين بيضه والاتنين كيس فانيليا وضربت ضرب كويس جدا. هجيب المنخل بتاعي وطبق كده عشان اخلط المواد الجافه اللي هي عباره عن كوبايه ونص من الدقيق. كوبايه ونص بس يا ميرو، كوبايه ونص، علشان احنا عايزين جاتو ده شاتو شوكولا، او كيك او جاتو شوكولاته. والله هتشوفوا في الاخر، اكيد شفتوا في المقطع الاولاني الشكل، بس الطعم خطير بقى. نخلت هنا كوبايه ونص بالعدد من الدقيق، وبعدين حطيت عليها كيس بيكنج باودر وذره الملح. تمام تمام. هنزل بالخليط السائل اللي كان في الخلاط وهقلب على ناحيه واحده وارفع ايدي بالمضرب بالوسك فوق كده. ولو لقيت الخليط تقيل معاكي هتزودي لي معلقه لبن. هو ده اللي حصل. الخليط كان تقيل معايا، بصوا شايفين؟ معلقه بسيطه من الحليب ترجعي تقلبي هتلاقي القوام معاكي اتظبط وبقى مية مية معايا. بقى انا الفورمه دي بحبها جدا جدا الفورمه دي. لو ما عندكيش الفورمه دي، المقادير دي تبقى تنفع لصينيه مقاس 20 ل 22، من 20 ل 22. مسحه زيت بقى، وبدال كيك شوكولا اقوم على طول مبدره بايه؟ بكاكاو. بكاكاو مش بدقيق. خلاص. طبعا كده كده الفرن شغال وصينيه المكرونه جوه. اوكي. هقوم منزله درجه الحراره ل 180 وظابطه تايمر البوتاجاز على 25 دقيقه. خلاص. بتفرغي الهواء بان انت بتخبطي كده عليها، على الرخامه بتاعتك، وبالستيكس كده برضو بقى ايه، يعني انا بضيع الفراغات بالحركات الدائريه دي. بصوا بعد 25 دقيقه بالظبط الاتنين طلعوا زي العسل. بصوا الموتزاريلا سايحه ونايحه على الوش، وكانت ريحه السجق في قلب المكرونه البشاميل قلب الدنيا. انا ما استنيتش لما تبرد ولا حاجه، هي الاصول تستني لما تبرد خالص. بصوا انا قلبتها وهي مدخنه، وهقطعها قدامكم وهي بالدخان بتاعها علشان تشوفوا قد ايه هي مقاديرها مظبوطه، وهشه جدا طريه جدا. جاتوه. دي مش كيك شوكولا ابدا، دي جاتوه. بسبب ايه؟ ان انت ما زودتيش فيها دقيق فهشه بقى زي النايتي. ثانيا احنا الكيكه دي مش هتحتاج تتسقى، ولا هنسقيها بحليب ولا بميه بسكر ولا اي حاجه. بصوا جمالها وارتفاعها، وبصوا الهشاشه وعامله ازاي من جوه. انا قطعتها عملت لي 20 قطعه جاتو، حطيتهم في سيرفيس التقديم ده. فاكرين الكوبايه اللي شلناها اللي هو الصوص الاولاني اللي شلناه من الخلاط ده قبل ما نضيف البيض؟ هو ده. هنزل بكوبايه الصوص الشوكولا دي كلها على ايه؟ على قطع الجاتو بتاعتي. كان عندي بقى كمان صوص شوكولاته اللي هو الجاهز ده بتاع ماجيك، الصوصات اللي هي الجاهزه دي. طبعا ده شوكولاته شوكولاته، يعني طعمها خطير. الصوص طبعا عامل شغل عالي اللي انا عاملاه وكل حاجه، بس يلا بدل موجوده نديهم زياده كده. عارفين قطعه الجاتوه وصلت كام؟ في اقل حلواني فيك يا مصر، اللي هو مثلا نقول الحلواني بتاع الغلابه مثلا، اللي هو العبد مثلا، بقت ب 30 وب 40 جنيه قطعه الجاتوه. يعني احنا لو اسره مكونه من 6 افراد عايزين 250 جنيه نجيب دست الجاتوه. ولو عايزه تورتايه تعملي جمعيه او تاخدي كارد لو في عيد ميلاد ولا حاجه. الله المستعان. طبعا دي صينيه تمشي حالك وربي عيالك. فبصي يعني اليومين دول معلش اتنططي واعملي قرده مع الاسعار، وقدمي لهم وصفات وجبات حلوه وسخنه ومشبعه ومغذيه واقتصاديه في نفس الوقت. الست الشاطره امي طول عمرها تقولها تغزل برجل سوري حمار. يعني بصي ما فيش مانع، عملنا كل الاكلات الاقتصاديه، عملنا عدس وكشري وبصاره وعملنا اكلات اقتصاديه كتير جدا. عايزين ندلعهم بقى في وسط الاسبوع كده شويه بحاجه حلوه. ادي اهو عملنا صينيه اقتصاديه جميله وبرده فيها سجق. وعملنا كمان حاجه حلوه عشان ما يقولكيش عايزين ناكل جاتو او عايزين تورته او عايزين حاجه حلوه واحنا بنذاكر، او الجو برد عايزين حاجه تدفينا.
يعني ربنا يصلح الأحوال ويحسن ما بين إيديكم طبعًا، يا رب ما ييجي رمضان أبدًا ولا الأيام اللي جاية دي على أي بيت من بيوت المسلمين، ولا يكسف أي راجل قدّام أولاده ولا زوجته أبدًا، ويخلّي كل الأزواج المحترمة اللي بتسعى على أكل عيشها يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومن فضلكم حطّوا لايك للفيديو. ربنا يكتب لكم السعادة يا رب ويسدد خطاكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، أنا وأنتم اللهم آمين. سلام عليكم، باي باي.